هتكلم عن انه اتحاد الكرة بعت الفايل بتاع الزمالك بتاع القيد كله للفيفا. قال لك يا عم بلاش ايه دوشه، والزمالك بيحاول يتواصل مع الفيفا عن طريق المهندس هاني ابو ريده، ومطمن او مش مطمن يعني حقه. ما انت لما يكون عندك مشكله استخدم كل ادواتك لك علاقه بالمهندس هاني ابو ريده، ماشي. انا لو شبان عندي ازمه في الفيفا هكلم المهندس هاني ابو ريده، طبيعي يعني عادي يعني، وده لا يعيب بالمهندس هاني ابو ريده ولا حاجه. فالزمالك هيلجأ للعلاقات والمسائل كده يعني. واتحاد الكوره قال لك هو الزمالك طلب تحويل الشكوى للفيفا، اهي يلا يا فيفا. الاهلي بقى رائم، مش نايم في الذره يعني، رائم ديب، مش جاي يعني من كاس العالم بقى، جاي من الخليج وبنى البيت وبتاع لا ده جاي من كاس العالم بس رائم يعني. عنده ناس قاعده في الذره ماسكه برضه بتاع الكشافات على اتحاد الكوره والنظاره المعظمه دي، وبيشوفوا ايه اللي بيحصل جوه. الاهلي بيقول لك ايه، ماشي يا اتحاد كوره، انا مش طرف في المشكله دي، الزمالك عنده مشكله قيد مع اتحاد الكوره قوي قوي، ما فيش اي مشكله خالص يا فندم، وما عندناش مانع في اي حاجه، والاتحاد الدولي يقر او يقرر ان الزمالك يأيد او بتاع ده، كل ده في الحقيقه ده شغل نادي منافس ومن حقه يعني. بس بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك يعني، ازنوز صغير كده، ايه، قول لنا سيادتك بعت للفيفا قلت ايه يا اتحاد الكوره؟ ده اللي بيقول الاهلي، وبيقول حتى الان ودي مش رسمي. يعني ايه بعت للفيفا؟ مش فاهمين يعني، بعتنا الملف بتاع الزمالك لا تفرق يعني ايه تفرق؟ الاهلي بيقول لك لا، بعت الملف لاتحاد الكوره زي ما حصل، ولا بعت الملف لاتحاد الكوره وقلت ان هي مجرد اجراء روتيني؟ ما انت حسب اللي انت كاتبه في الجواب والحيثيات اللي انت شايفها الفيفا هيقرر يعني. انت هتقول الحقيقه ولا هتقول نص الحقيقه ولا هتقول ربع الحقيقه ولا مش هتقول الحقيقه؟ احنا عايزين نعرف انت بعت الجواب في ايه. ده طلب من الاهلي وهيحصل فيه تصعيد خلال الفتره. انا بقول لكم راي الاهلي او اللي بيعمله الاهلي في الكواليس اللي جاي. حلو كده، حلو. نخش بقى في معاميعه، المعمعه، عارف معاميعه، سماسيمو، عارفين هذا رمز في الفيلم بتاع سماسيمو؟ كان اسمه ايه الفيلم؟ كان واخد دور طياره سامي اكسيد الكربون. ليه يا جماعه؟ مش ممكن. نروح لمعاميعه، المعمعه بقى. المعمعه كانت في التحكيم امبارح الحقيقه يعني، و كان في بعض الاخطاء او وجهات النظر انها اخطاء، خلينا نقول كده برضه عشان نبقى ادق في اللفظ. والمحللين عن التحكيم اتكلمت ان سموحه كان له بينالتي في اول دقيقه ولا في اول دقيقتين لما محمد عبد الغني داس على رجل حسام حسن مهاجم سموحه، واشار ابراهيم نور الدين مفيش حاجه. الفار استدعى ابراهيم نور الدين، والقانون بيقول الفار يستدعي عندما يختلف في القرار مع الحكم، يبقى شايف قرار تاني يعني، وفي النهايه قرار للحكم. راح ابراهيم نور الدين بص في الفار بعد الجاريه الشهيره بتاعته اللي كلها شياكه دي، جري على الفار وبص ولغى، قال لك لا مش بنالتي، ماشي. وبعدين الزمالك جاله بنالتي حسبه، فالفار قال له لا ده ما جاتش في ايديه، تقريبا اختلف معاه في القرار، فرجع تاني بص قال لا في ايديه وحسبها بنالتي. يعني كان في اختلاف في الاستوديوهات امبارح في الكره الاولانيه ان في بنالتي لسموحه ما اتحسبش، ان كره الزمالك مش بنالتي. وبعض المحللين على فكره قالت لا بنالتي لان في لقطه بينت ان هي يعني بص سفت كده في ايد السيرد باك اللي كان على الارض اللي هو مغربي. كل ده ماشي يعني مفيش مشكله، وناس طلعت انتقدت ابراهيم نور الدين وناس طلعت قالت معرفش ايه ومفيش مشكله يعني. اللي فاجئنا بيه ابراهيم نور الدين امبارح عمل مداخلات على الفضائيات وهاجم جدا المحللين، وقال لك واحد من ضمن المحللين يعني قال لابراهيم نور الدين، ودي جمله شهيره دايما تتقال في الحكام يعني، حب نفسك يعني. حتى رؤساء لجان الحكام بيقولوها كتير لحكامهم،
هم حتى بنستضيفهم او حاجه يقول لك احنا دايما نقول للحكم كده حب نفسك. حب نفسك يعني ايه؟ يعني خاف على نفسك واحسب القرارات الصحيحه وخليك دقيق في قراراتك، عشان انت كده بتحب نفسك. سيبك من الالوان وسيبك ما اعرفش ايه. فاحد المحللين التحكيم قال الجمله دي، زعل جدا الكابتن ابراهيم نور الدين وطلع بقى في الفضائيات وعمل مداخله عنيفه جدا ومعرفش ايه ولازم تحترمونا عشان نحترمكم وكلام جامد جدا، وتقرر ايقافه لاجل غير مسمى، رغم ان القرار مش معلن بس طلع من كواليس اتحاد الكوره. والايقاف هيبقى منطقي مش عشان ركله الجزاء او عشان قرار فني. الايقاف لانه كسر القواعد وطلع يتكلم في التلفزيون او في القنوات او في الميديا بعد مباراه حكمها وتعليقا على مباراه حكمها. انما ما استحملش الكابتن ابراهيم كلمه اتقالت من محلل برضه تحكيمي، يعني بينتمي للقطاع التحكيمي، وده في اطار راي. يعني ناس شايفه انه دي بنالتي بتاعت سموحه، هو بيقول لك اصله اتجاه الكوره انها اتلعبت من عبد الغني، ناس تاني قالت لا ده حسام حسن اللي لعب كوره، فقال لك ما دام عبد الغني لعب الكوره يبقى خلاص يجب الفاول. ناس بتقول في التحكيم لا، طالما الفاول بهذا الشكل وبهذا العنف، حتى لو عبد الغني بيقولوا ان مش عبد الغني لعب حسام حسن، انما حتى لو عبد الغني هو اللي لعب الكوره برضه دي تتحسب بنالتي لانه دايس على رجلين حسام. المهم يعني دي كلها اختلافات في وجهات نظر، يعني ما مش مشكله دي في مجال التحكيم شيء جدل، لكن الكابتن ابراهيم الفعال هو اللي كان مثير للجدل، خصوصا انه في الفضائيات في رؤساء انديه وفي مسؤولين هاجموه بل تجاوزوا بالفاظ قد كده 62 مره تقريبا، مش عدتهمش قوي، مش 61 ولا 62 يعني مش عدتش قوي يعني. والراجل ما علقش، ما طلعش يتكلم خالص. هو عدوك ابن كارك. اول ما واحد قال بس يا ابراهيم حب نفسك، طب اكره عن نفسك يا ابراهيم كده كويس اهو، قال له حب نفسك، فانفعل الكابتن ابراهيم. وكان انفعال انا بلوم عليه ليه؟ لان ابراهيم نور الدين الحكم الدولي الاول في مصر، ويا سيدي اخطأت في قرار او اصبت في القرار، يعني سيبك من ده، احنا مش هنقعد نحلل في القرار، سيبك من ده. الزمالك كان احسن فنيا وكسب عن جداره، خد بالك. يعني لو اتحسب البنالتي ده الزمالك هيكسب، عشان بس الناس ايه. والبنالتي اللي الزمالك اتحسب له والناس شايفه انه ما كانش بنالتي بتاعت مغربي دي اللي ما كانتش بايده طلعت بره، يعني زيزو ما جابهاش اصلا. مستوى الزمالك وطريقه اداره سموحه الكابتن احمد سامي في الشوط الاولاني، واحساسه ان هو نازل يخطف الزمالك وكانه بيلعب يعني فرقه درجه ثانيه، يعني كان نازل فاكر ان الزمالك هينزل مستسلم، بس الزمالك فاجئه بادائه في الشوط الاولاني. فترتيب الفني في دماغ الكابتن احمد سامي ما كانش مظبوط من مفاجاه الزمالك له في الاداء، فالزمالك كده كان هيكسب. سيبك من القرارات التحكيميه يعني، عشان ما حدش يقول لك اصل لو سموحه جاله بنالتي، طب يعني ما سموحه جاله بنالتي ويجيبوا جول والزمالك يكسب 4-2 عادي يعني. مش دي القصه يعني، في كل الاحوال مش دي القصه. لكن لازم الكابتن ابراهيم يكون عنده سعه صدر اكتر من كده، لانه الحكم الدولي الاول في مصر وممكن يتعرض لده في اي حته، هذا الانتقاد يتعرض ليه في اي حته. ده كان مسار امبارح كلام جامد جدا. حب نفسك يا ابراهيم، قلبت الدنيا امبارح. والله كان امبارح ترند على السوشيال ميديا الكابتن ابراهيم نور الدين، حب نفسك يا ابراهيم، حب نفسك يا ابراهيم، كل ما يروح في حته حب نفسك يا ابراهيم، حب نفسك يا ابراهيم، حب نفسك كل ما يروح حته. طيب عملها الزمالك وكسب سموح، ايه الانجاز ده يا جماعه؟ ايه الانجاز؟ انا عايز جمهور الزمالك بص. اولا الزمالك كسب سموحه امبارح عن جداره واستحقاق فنيا. الزمالك استعاد بلاعبته اللي هم اولاده الثقه او جزء من الثقه، لكن ما خدش الدوري. يعني خلينا نكون يعني عشان خاطر نكون عندنا نوع من المصداقيه مع الجمهور الزملكاوي، اول خطوه في استعاده الثقه عملها لعيبه الزمالك امبارح بالفوز على سموحه، واول خطوه لاستعاده الثقه عملها الجهاز الفني بقياده فيريرا بالتشكيل اللي حطه امبارح. ولو بصيتوا عليه هتلاقوا مفيش ولا صفقه من الصفقات الجديده الا واحده بس بطريقه مجبر اخاك لا بطل. مفيش حد غيره، نبيل عماد دونجا في نص الملعب. لو في حد يعني
قايم في نص الملعب من لعيبه الزمالك القدام او من الناشئين، ما كانش حط نبيل عماد دونج. امبارح سيف جعفر اساسي، نيمار اساسي، حسام عبد المجيد اساسي. هقول لكم التشكيل دلوقتي. كل لعيبه الزمالك اللي كانوا موجودين من السنين اللي فاتت هم اللي شالوا وكسبوا، بدأ بشيكابالا كل الكلام ده، فكسب الزمالك. اذا اللي موجود والفرز القديم احسن من الفرز الجديد. ليه؟ مش عشان الفرز الجديد وحش، لكن لان الفرز القديم عنده كل الصفات بتاعه اللعيب اللي يليق على الزمالك. يعني ايه؟ يعني في الازمه تلاقيه واقف ويواجه المشكله، يعني عنده الثبات الانفعالي، عنده التركيز، عنده الرغبه، عنده الطموح، عنده الاحساس بالفانيلا، عنده قيمه النادي، عنده قيمه الجمهور، مكانه النادي وتاريخه. كل دي صفات مولود بيها. هتقول لي سيف جعفر مولود بيها، يعني سيف جعفر هيقلق وهو بيلعب مع سموحه مثلا؟ هل نيمار هيقلق؟ هل حسام عبد المجيد هيقلق؟ محمد طارق امبارح اللي بدأ من اللعيبه الصغيره برضو اللي طلعوا السنه اللي فاتت، ولا هيقلق؟ ما هو متعود يكسب ومتعود ياخد بطولات ومتعود يواجه اي فريق وما عندوش اي مشكله خالص.